النهاردة هوريكم ازاي نعمل كيكة، بس مش اي كيكة، دي كيكة شوكولاتة مع فانيليا. وبدون مبالغة دي ألذ وأبسط طريقة هتعملوا بيها الماربل كيك. كيكة ناعمة ومسامها ضيقة وطعمها بيبقى خطير، وفوق ده كله هنعملها بقى بطريقة اقتصادية قوي. بس كالعادة قبل ما نبدأ الفيديو، لو لسه مشتركتوش في قناة اليوتيوب أتمنى دلوقتي تروحوا تشتركوا وتعملوا لي لايك وشير للفيديو ده. نبدأ الأول كده ونقول بسم الله. والمقادير اللي هنحتاجها بسيطة قوي. عندي 3 كوبايات من الدقيق منخولين مرتين، وبحط عليهم 1.5 معلقة صغيرين من البيكنج باودر، 3 معالق كبار من النشا، ورشة بسيطة كده من الملح. وبقلب بقى المواد الجافة دي مع بعض وبسيبهم على جنب لحد ما نحضر المواد السائلة. في الخلاط اللي موجودة عندنا في كل بيت هنحط فيه 3 حبات من البيض، عليهم بحط معلقة كبيرة من الفانيليا سواء السايلة أو البودرة، 1.5 كوباية من السكر الأبيض، عليهم بحط 1.25 كوباية من الزيت. وأهم حاجة الزيت اللي هنستخدمه في الكيكة يكون نوع كويس قوي ملهوش أي ريحة. بحط عليهم معلقة كده صغيرة من الخل، وبناخد بقى الكلام ده كله ونضربهم في الخلاط كويس قوي، ضربتين 3 4 كده لحد ما السكر يبتدي عندي يدوب شوية. تمام، ويبقى الخليط عندي بالشكل ده. بفضيه بقى في طبق فاضي، وبحط عليه الدقيق أو المواد الجافة اللي احنا جهزناها في الأول. ضفت الأول نص الكمية وبقلب كده لحد ما الدقيق عندي يختفي. بعد كده بنضيف النص الباقي من المواد الجافة وبرجع أقلب تاني. وهنلاحظ هنا ان الخليط هيبقى تقيل قوي وصعب اننا نقلبه لانه لسه ما فيهوش اي سوائل، معتمدين بس على البيض. هنا بقى هكون حاطة 1 كوباية من الحليب على النار تسخن كويس قوي او تغلي، وعلى طول باخدها من على النار واحطها على العجينة بتاعتي واقلب بقى كويس قوي. هتبتدي عندي العجينة تفك وتبقى قوام كيكة عادي خالص. يعني بنفضل نقلب كده شوية حلوين في اتجاه واحد لحد ما العجينة تفك عندي ويبقى الخليط بالقوام ده. كيكة النهاردة العجينة بتاعتها بتبقى تقيلة شوية، قوامها متماسك زي ما انتوا شايفين كده. وبالنظر كده بناخد جزء من العجينة دي، يعني حوالي ربعها كده، والجزء الصغير اللي احنا اخدناه ده بحط عليه 1.5 معلقة من الكاكاو الخام، ومعلقة كبيرة كده ولا حاجة من الحليب. وبنقلبهم بقى كويس قوي مع بعض لحد ما الكاكاو عندي يختفي في العجينة وتبقى عجينة شوكولاتة. يبقى كده عندي جزء بالشوكولاتة وجزء بالفانيليا. الجزء الكبير عندي هو اللي بالفانيليا، زي ما اتفقنا أخدنا ربع العجينة مش نصها. تقدروا تعملوا الكيكة دي في صينية مدورة أو في صينية مستطيلة، هتبقى حلوة قوي برضه، ولكن الشكل المعتاد ليها بتتعمل في قالب زي كده. بغلفه كويس قوي من جوه كده بورق زبدة وبدهنه كمان بالزيت. وأول طبقة بنحطها هي طبقة فانيليا، بعد كده وراها على طول بحط طبقة كده خفيفة من الشوكولاتة بتبقى أقل شوية من طبقة الفانيليا. بنحط طبقة فانيليا وبعدها طبقة شوكولاتة، وهكذا بقى لحد ما بنخلص العجينة اللي عندنا. واخر حاجة بنعملها كده قبل ما بتدخل الفرن بعود خشبي كده نمشي في النص خط واحد ونديها خبطتين كده على السطح. والفرن بتاعي بكون مولعاه من تحت بس على 170، يكون سخن كويس. باخد بقى القالب ده واحطه في الفرن على الرف الوسطاني. القالب ما شاء الله او كمية العجين ما شاء الله علشان كبيرة، فهتاخد وقت شوية في الفرن لحد ما بتستوي عندي، وبنختبرها قبل ما بنخرجها من الفرن. ما بتحتاجش نولع لها الشواية خالص، اللون ده بتاخده لوحدها كده وهي بتستوي في الفرن. بنشيلها بقى من القالب ونحطها كده على راك تبريد، ونبتدي واحدة واحدة كده، بس نسيبها تهدى شوية ونبتدي نشيل ورقة الزبدة من عليها. بتتشال بكل سهولة ما شاء الله، واخدة اللون المظبوط من فوق، وكمان الانتفاخ ده بيدل على انها كيكة ناجحة 100%. والكيكة لسه سخنة بنحضر لها الشوكولاتة اللي هنغلفها بيها من بره. عندي 150 جرام من الشوكولاتة الخام، بكسرهم كده واحطهم في طبق، واخد الطبق ده واحطه في الفرن وهو لسه سخن او في الميكرويف 5 أو 4 دقايق بالكتير لحد ما الشوكولاتة تبتدي كلها عندي تسيح. بخرجها واقلبها وبحط عليها 2 معلقة كبار من الزيت علشان يدوني لمعة حلوة، وبتبقى عندي بقى بالشكل الحلو قوي ده. هننزل بقى بالشوكولاتة عليها بالشكل ده.
ونبتدي برضو بالمعلقة نساوي الشوكولاتة على الأطراف. أهم حاجة الطبق اللي هنستخدمه في الشوكولاتة يكون نظيف تماما، ما فيهوش ولا نقطة مية، علشان ما تخرجش معانا وتبوظ وما تديناش اللمعة والنعومة الحلوة اللي فيها دي. وبس كده، على طول بقى بنقطعها، هي لسه سخنة، يعني ممكن تصبروا عليها كده شوية لحد ما تهدى علشان ما تفرولش معاكوا وتبهدلكوا الدنيا. شوفوا بقى ما شاء الله على الجمال. ماربل كيك دي ولا مش ماربل كيك؟ لا، دي لوحة فنية حرفيا، شكلها حلو قوي وطعمها كمان أحلى وأحلى. حرفيا دي أظبط وأحلى طريقة هتعملوا بيها الماربل كيك، ولكن نمشي على الطريقة بحذافيرها، ما نغيرش حاجة وما نزودش حاجة، وهتطلع معانا زي ما انتوا شايفين كده ولا غلطة. دايما لما نيجي نعاير المكونات كلها نعايرها بكوباية واحدة، ما نعايرش كوباية الدقيق بكوباية والزيت بكوباية مختلفة أو أقل منها، الطريقة هتفشل معي. لازم المقادير كلها نعايرها بكوباية واحدة. اتكلمنا كتير وانشغلنا عن حلاوة الكيكة بقى ما شاء الله رهيبة رهيبة رهيبة، لازم تجربوها بنفس الطريقة دي، هتعجبكم قوي. واهم حاجة برضو الزيت اللي نستخدمه نوع كويس قوي قوي، علشان بيفرق جدا في طعم الكيك. اللي بيحبوا بقى يفطروا بالكيكة الصبح يعملوا الكيكة دي، اللي بيحبوا برضو ياكلوها كده بعد الغدا أو يحلوا بيها مع كوباية شاي يعملوا برضو الكيكة دي، هتعجبكم قوي قوي. اتكلمت كتير عن حلاوة الكيكة وشرحت كل التفاصيل اللي تنجح معاكوا الكيكة. قوموا بقى تشجعوا وجربوها، وهستنى بقى رأيكم في فيديو النهاردة وتطبيقاتكم على وصفة النهاردة، وأشوفكم بقى على خير في فيديو جديد، ومع السلامة يا حلوين.